عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي طلاب تانية اعدادي؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هناخد مع بعض درس اسمه المعادن ومصادر الطاقة في قارتي آسيا وأوروبا. أول حاجة عندنا في الدرس عايزين نقول إن بتتمتع قارتا آسيا وأوروبا بثروة كبيرة من المعادن ومصادر الطاقة، سواء مصادر طاقة أحفورية أو متجددة. يعني قارتين آسيا وأوروبا عندهم معادن كتير ومصادر طاقة كمان كتير، سواء الأحفورية اللي بنحفر ونطلعها من باطن الأرض، أو متجددة اللي هي زي الرياح والمياه والطاقة الشمسية. تمام. أول حاجة عندكم في الكتاب بتلاقوا خريطة بالشكل ده فيها المعادن الأساسية ومعادن صناعات الحديدية في قارتي آسيا وأوروبا. اللي عايزاكم تركزوا فيه على الخريطة هو مواقع الدول، يعني تحفظوا ان الدولة الكبيرة دي على الخريطة دولة الصين. تمام. عشان السؤال بتاع الخريطة مثلا هيجي يقول لك أولى الدول في الحديد، أو أولى الدول في المنجنيز، أو أولى الدول في النحاس، أو أي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندها، ويعمل لك هنا رقم واحد فيقول لك الدولة دي اسمها إيه، تبقى أنت عارف إن دي دولة الصين. دي حاجة أساسية. أساسية في الامتحان، خاصة امتحان نص السنة، عشان خاطر مش شرط يجيب لك أولى الدول في الحديد الصين في شكل صورة أكمل، بس بنسبة كبيرة هيجيبه لك على الخريطة. فأنت لازم تعرف على الخريطة إن دي دولة الصين، الدولة الكبيرة اللي فوق دي، اللي جزء منها في آسيا وجزء منها في أوروبا، ولكن العاصمة بتاعتها في أوروبا. عشان كده احنا بنحسبها إن هي دولة أوروبية. هي دولة إيه؟ روسيا. تلاقي دولة كبيرة كده فوق معلم لك عليها اسمها روسيا. عندي تحت دي هنا كده الهند، خدناها من الدرس الأولاني وعرفنا إن فيها هضبة الدكن في الهند. وفي دولة هنا اسمها تركيا، بتطل على البحر الأسود. أوكرانيا كمان بتطل على البحر الأسود، يعني أوكرانيا من فوق وتركيا من تحت. وتركيا كمان بتطل على البحر الإيه؟ المتوسط. في عندنا دولتين صغيرين فوق في أوروبا، واحدة اسمها فنلندا، واحده اسمها النرويج. برضو يا ريت تعرفوا اماكنكم لان هيبقى عندنا في الدروس بتاعتنا. في دول تانية هنتكلم عنها دلوقتي، زي مثلا هنشاور ده على هنا كده دوله، نقول مثلا رقم ثلاثه او رقم اربعه او خمسه ايا كان الرقم. هنقول كازاخستان بتاعت النووي، هنا مثلا السعوديه، وهكذا. كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. فاهم حاجه عندي في حته الخريطه ان انتوا تحفظوا اسم الدوله على الخريطه بعد اذنك، عشان بس ايه، نبسط الدنيا على بعض كتير. آه، الجدول اللي انا لسه منزلاه على الجروب انا كاتبه لكم فيه اولى الدول في ايه، كل دوله فيهم هي الاولى في ايه، الاولى في ايه. تمام. فدي هتبقى تبسيطه من ناحيه ودي تبسيطه من ناحيه عشان نعدي الدرس ده بسلام بامر الله. تمام كده نبقى خلصنا من موضوع الخريطه. تعالوا نشوف بقى ايه المعادن اللي موجوده في قارتي اسيا واوروبا، القارتين مع بعض. يعد استخراج المعادن من المصادر المهمة للدخل القومي. يعني لما نستخرج معادن من باطن الأرض فاحنا كده بندخل دخل قومي للبلد، أو مصدر مهم بيدخل لنا فلوس للبلد في بعض دول قارتي إيه؟ آسيا وأوروبا. وبتعتمد عليه العديد من الصناعات. صناعات كتير محتاجة معادن عشان تتصنع. ففي سؤال كده بيجي لي هنا في الجزء ده ويقول لي دلل للنشاط التعديني أهمية كبيرة. دلل للنشاط التعديني أهمية كبيرة. إيه هي الأهمية دي؟ هقول له استخراج المعادن يعد من المصادر المهمة للدخل القومي. يعني هو ممكن يكون مصدر من للدخل القومي في بعض الدول. وكمان تاني حاجة بتعتمد عليه العديد من الإيه؟ من الصناعات. يبقى السؤال ده لو جه وقال لي بما تفسر أهمية النشاط التعديني في بعض دول قارتي آسيا وأوروبا، أو دلل للنشاط التعديني أهمية كبيرة في بعض دول آسيا وأوروبا، والسؤال ده موجود في الواجب، هقول له إن التعدين رقم واحد مصدر من المصادر المهمة للدخل القومي، واتنين بتعتمد عليه العديد من الايه؟ من الصناعات. يلا بينا نشوف المعادن اللي موجودة عندنا في قارتي آسيا وأوروبا. الأول بنقسم المعادن دي لثلاث أقسام. القسم الأولاني معادن أساسية ومعادن صناعات حديدية. معادن أساسية يعني موجودة في بيوتنا كلها، فخلينا في المعادن الأساسية. وصناعات حديدية يعني حاجات متصنعة من الحديد والحاجات الايه اللي زيه. التقسيمة الثانية أو القسم الثاني اللي هناخده كمان شوية معادن اسمها معادن خفيفة. يعني حاجات خفيفة بس خد بالك صلبة قوية بتتحمل بس وزنها خفيف. والمعادن الثالثة المعادن استراتيجية، أو القسم الثالث استراتيجية. تمام.
المعادن الاستراتيجية دي معادن خاصة بالحروب ونووية، يعني استراتيجية ونووية اللي هي بيتعمل منها الايه النووي. نبدأ أول حاجة بالمعادن الأساسية ومعادن الصناعات الحديدية. فبقول رقم واحد نتكلم عن الحديد، احنا أهميته خدناها السنة اللي فاتت فمش محتاجينها السنة دي. اللي عايزين نقوله إن بتنتج قارة آسيا من الحديد أكتر من تلتين الإنتاج، أكتر من ثلثي الإنتاج العالمي على مستوى العالم كله قارة آسيا بتنتجه. واولى الدول انتاجا للحديد دوله الايه الصين، ودي من الحاجات اللي احنا معلمينها في الجدول ان الصين موجود او الحديد موجود في الايه في الصين. تمام. وعلى الرغم من ذلك فان الصين بتستورد كميات ضخمه منه. يعني الصين هي اولى الدول على مستوى العالم كله اللي عندها حديد، ولكن بالرغم من ان عندها حديد كتير الا ان هي بتستورد كميات ضخمه منه. بما تفسر ليه الصين بتستورد كميات ضخمه منه، عشان كمان بتستهلك كميات اكبر بكتير من اللي بتنتجه في الصناعه، فهي محتاجه تغطي استهلاكها. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها دلوقتي في المعادن الاساسيه الحديد. اسيا بتنتج لوحدها ثلثي الانتاج. على فكره يا حبايبي الحاجات دي بتبقى في الواجب، الاسئله دي بتبقى في الواجب بس مش بنسبه كبيره، بتكون في امتحان نص السنه. تمام، عشان بس الارقام ما تلخبطوش نفسكم. انتوا بس اعرفوا ان قاره اسيا في كل المعادن بتنتج كميات كبيره جدا اكتر من قاره اوروبا، وما توجعوش قلب نفسكم. اتفقنا؟ فبقول ان اكتر دوله في قاره اسيا بتنتج حديد هي دوله الصين، وده انا مبسطه لكم في الجدول. وعلى الرغم بقى الحته المهمه اللي عايزاكم تحفظوها، ان على الرغم من ان الصين اولى الدول انتاجا للحديد، بس بتستورد كميات ضخمه، بتستورد كميات كبيره. ليه؟ عشان تغطي استهلاكها زي ما قلت لكم، لان استهلاكها اعلى بكتير من اللي بتنتجه، بالرغم من ان هي اولى الدول على مستوى العالم في انتاج الحديد، بس بتستهلك كميات كبيره قوي منه. اما في اوروبا مش دعوه بالارقام. اوروبا الدوله الاولى في انتاج الحديد فيها ايه؟ روسيا، وده برضو موجود عندكم في الجدول. تمام. اهم حته هنا عندي اعرف بس اولى الدول اللي انتجت، اعرف مكان الدولتين، واعرف ان الحديد من المعادن الاساسيه. تمام. وسؤال بقى بما تفسر ده برضو مهم جدا جدا جدا، بيقول لي بالرغم من ان الصين اولى الدول انتاجا للحديد ولكنها بتستورد كميات كبيره او كميات ضخمه، هقول له لتغطيه استهلاكها. ندخل بعد كده على المنجنيز. ده معدن تاني من المعادن الأساسية. المنجنيز بقى هنقول بيدخل في صناعة كذا، يعني أهميته بما تفسر أهمية المنجنيز أو اذكر أهمية المنجنيز. فبتقول لي بيدخل في صناعة الصلب، الحاجات الصلبة بنحتاج نحط عليها منجنيز عشان يخليها صلبة أكتر. وكمان بيتعمل منه البطاريات بتاعة السيارات الإيه الكهربائية. يبقى اهم حاجه محتاجين نعرفها في المنجنيز ان هو مهم في صناعه ايه؟ يدخل في صناعه الصلب وبطاريات السيارات الكهربائيه. يبقى الصلب بطاريات سيارات. انتاج اسيا منه اولى الدول الصين والهند، وده برضو عندكم في الجدول. اما في قاره اوروبا ففي دوله اسمها اوكرانيا، هي اولى الدول اللي بتنتج ايه؟ منجنيز، وبرضو زي ما قلت لكم ده موضحاه عندكم في الجدول عشان ما اطولش عليكم. ندخل على معدن تاني اسمه الكروم. خدنا اهميته السنه اللي فاتت فمش هناخد اهميته، احنا عايزين على طول كروم نحفظ اولى الدول. اولى الدول في الكروم تركيا ومعاها الهند، تركيا ومعاها الايه الهند، ودول في دوله او في قاره اسيا. اما في قاره اوروبا دوله اسمها فنلندا، وزي ما قلت لكم نحفظ الاماكن دي، الكلام ده على الخريطه. ممكن على فكره كمان تعملوا يعني تاخدوا اسم المعدن وتحطوه عند الدولة على الخريطة. أي حاجة هتحاول تفكركم اعملوها، المهم إن أنتوا تفتكروا كل معدن موجود إيه؟ موجود في أنهي دولة. رابع حاجة عندنا في المعادن الأساسية عندي حاجة اسمها النيكل. بس ده بقى هنقول إن هو بيعتبر من المواد الخام الحرجة. مواد خام حرجة يعني مواد خام قليلة وبتخلص. إيه، وجودها قليل او كمياتها قليله. يعني بص التعريف اهو بتاع المواد الخام الحرجه، هي مواد خام محدوده الوجود، قليله جدا في الوجود، ولكن ليها اهميه اقتصاديه كبيره مهمه جدا. بتدخل في انتاج الطاقه الايه النظيفه، او في بنطلع منها طاقه نظيفه، فعشان كده بنقول عليها مواد خام حرجه.
التعريف ده طبعا محتاجين نحفظه. لما اجي اقول لك مواد خام محدوده الوجود ذات اهميه اقتصاديه كبيره وبتدخل كمان في انتاج الطاقه النظيفه، يبقى انا بتكلم عن الايه؟ عن المواد الخام الحرجه. النيكل بقى احدى هذه المواد الخام الحرجه، وبيدخل في صناعه محركات الطيارات. المحرك بتاع الطياره هو كمان بيدخل في بطاريات السيارات الكهربائيه، واحنا لسه قايلين من شويه ان المنجنيز هو كمان بيدخل في بطاريات السيارات الايه؟ الكهربائيه. فانتوا تعرفوا ان المنجنيز والنيكل بيتعمل منهم بطاريات السيارات الكهربائيه. طب الانتاج، النيكل اندونيسيا في اسيا، اما في اوروبا روسيا. النيكل اندونيسيا في اسيا وروسيا في اوروبا. خلاص، وعرفنا كمان المواد الخام الايه؟ الحرجه. طيب ندخل على النحاس. يا جماعه الجدول اللي انا نزلته على الجروب بتاعكم مهم جدا 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 ان احنا نحفظه. النحاس عارفين اهميته من السنه اللي فاتت، بيتعمل منه اسلاك الكهرباء واسلاك التليفون وحاجات كتير. انتاجه اسيا منه، اولى الدول في اسيا الصين، اولى الدول في اوروبا روسيا. اظن ده سهل، ما فيهوش اي كلام. نيجي بعد كده على البوكسايت او البوكسيت. البوكسايت بقى بيتعمل منه الالومنيوم، ده الماده الخام اللي بيتعمل منها الالومنيوم اللي عندنا في المطابخ، او الالومنتان والابواب والشبابيك والحاجات دي كلها. الالومنيوم بيتعمل من ماده بتطلع من باطن الارض اسمها البوكسايت. خدوا بالكم ان البوكسايت ده معدن من المعادن اللي هي في القسم الثاني، اللي هي اسمها المعادن الايه؟ الخفيفه. معدن خفيف بس قوي. يتركز انتاجه او معظم انتاجه في المناطق المداريه، يعني المناطق الحاره. فلو جيت سالتكم هي اوروبا من المناطق الحاره، هتقولوا لي لا. يبقى اوروبا ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش بوكسايت. يجي سؤال حلو قوي بقى على الجزئيه دي، يقول لي استنتج اسباب قله انتاج اوروبا من معدن البوكسايت. يعني ايه الاسباب اللي تخلي اوروبا ما عندهاش بوكسايت؟ او عندها بوكسايت قليل بس هي ما عندهاش بوكسايت، هي بتستورد عامه البوكسايت عشان تبقوا فاهمين. فبيقول لي بقى استنتج، السؤال ده في الواجب في صفحه 33 تقريبا. آه، استنتج اسباب قله انتاج اوروبا من معدن البوكسايت. هو مكتوب عندكم كده في الصفحه من تحت. هقول له بقى ايه؟ هقول له لان البوكسايت موجود او بيتركز انتاجه في المناطق المداريه، بينما طبعا اوروبا كلكم عارفين من الدرس اللي فات ان هي منطقه او قاره معتدله بارده، مش مداريه خالص. فعشان كده بنقول السؤال ده مهم. لما يجي يقول لي استنتج، يعني انت طلع الاستنتاج. انت دلوقتي بنقول ان البوكسايت موجود في المناطق المداريه واوروبا مش منطقه مداريه، يبقى اوروبا ما فيهاش بوكسايت عشان البوكسايت بيتم انتاجه في المناطق المداريه، وهي منطقه او مكان معتدل ايه؟ معتدل دائم. انتاج اسيا منه، الصين اولى الدول في البوكسايت، وده في الجدول. هنا بقى بيقول لي انتاج قاره اوروبا يقل انتاجها، لماذا؟ قليل ليه؟ عشان لسه قايلين اهو فوق انه بيتم انتاجه في المناطق المداريه، واوروبا منطقه معتدله بارده. آه، لو بقى في نسبه بسيطه قوي لا تذكر منه، هي موجوده فين؟ في روسيا، عشان ما يزعلوهاش بس، مع ان روسيا في حته برد، بس خلينا ورا المنهج. التيتانيوم اهميته، هو معدن خفيف حلو قوي زي الفل. يتميز بقى بثلاث مميزات: خفه وزنه، ما هو من المعادن الخفيفه، صلابته العاليه، صلب جدا، مقاومته الكبيره للتاكل. يبقى لو جيت وقلت اهميته، ثلاث حاجات اهو: هو بيتميز بخفه وزن، وصلابته العاليه، ومقاومته الكبيره للتاكل. وعشان كده للتاكل اللي هو الصدى، عشان كده بيتصنع منه حاجات مهمه قوي زي هياكل الطيارات والصواريخ والاجهزه الايه؟ والاجهزه الطبيه. انتاج اسيا منه اولى الدول الصين، انتاج اوروبا النرويج واوكرانيا. ومحتاجين نوضح مكانهم ايه على الخريطه. ادي النرويج وادي اوكرانيا. تمام. يبقى دلوقتي التيتانيوم خفيف الوزن، الصلابه بتاعته عاليه، بالرغم من انه خفيف صلابته عاليه، وبيقاوم الصدأ او التآكل، عشان كده بيتصنع منه حاجات مهمه وغاليه: هياكل الطيارات والصواريخ والاجهزه الايه؟ الطبيه. اولى الدول في اسيا الصين والنرويج واوكرانيا. انا ممكن اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم، ادي النرويج اروح كاتب عليها تيتانيوم، واوكرانيا كمان اكتب عليها تيتانيوم. يعني دي طريقه يمكن تفكركم بالحاجات.
تمام، تعرفوا بس مكانهم كمان على الخريطة. عندي بعد كده رقم 3 المعادن الاستراتيجية والنووية. استراتيجية، كلمة استراتيجية دي يعني أهمية أي مكان في وقتين، وقت الحرب ووقت السلام. أهمية أي مكان في الحرب والسلام بنقول عليها إيه؟ استراتيجية. ونووية يبقى هيتعمل منه نووي عشان الحروب، بتاع الحروب. اللي عندي المعدن اللي بيتعمل أو المعدن اللي من المعادن الاستراتيجية والنووية هو اليورانيوم. بيستخدم في الصناعات الإيه؟ النووية، تعمل منه النووي. ده مميز قوي. الدولة الأولى في آسيا اللي بتنتجه كازاخستان. اسمها إيه؟ كازاخستان. كازاخستان أهي على الخريطة عندكم، بص هنلاقيها هنا جنب الصين كده من فوق. والصين دي احنا لسه معلمين عليها من شويه، وادي روسيا اللي معلمين عليها من شويه. زي ما قلت لكم خلينا ورا المنهج قال ان هي عندها بوكسايت، اوكي مفيش مشكله نكتب اهو من ضمن الحاجات اللي هنكتبها عندها ان هي عندها ايه؟ بوكسايت. يبقى كازاخستان على طول يورانيوم بتاع النووي. مما سبق بقى نستنتج، احنا ما قلنا ان اوروبا بتنتج اليورانيوم فيها موجود في روسيا، يبقى كازاخستان دي مميزة في آسيا، وروسيا إيه من ضمن الحاجات اللي بنضيفها معاها. مما سبق بقى نستنتج إن ارتفاع إنتاج المعادن الخام في آسيا عن أوروبا. يعني آسيا بتنتج معادن خام، بتطلع معادن خام أكتر من أوروبا. وده قلت لكم بقى أهم حاجة عايزاكم تعرفوها، إن آسيا عندها معادن أكتر من أوروبا، أو آسيا بنطلع من أرضها معادن أكتر من أوروبا. يجي بقى سؤال واضح بصراحة ويقول لك بالمتفسر ليه؟ عندي أسباب. أول سبب لاتساع مساحة آسيا. آسيا واسعة عن أوروبا، لما تيجي تقارنهم ببعض آسيا مساحة كبيرة جدا، يعني دي الأولى ودي الستة في المساحة، الموضوع بعيد قوي عن بعضه. عشان هي مساحتها كبيرة فبطلع منها معادن كتير. كمان تنوع الصخور الموجودة فيها، وتنوع الصخور ده أدى لتنوع المعادن الموجودة جوه الصخور دي. رقم 3 تعرض مساحات كبيرة منها لحركات باطنية قوية مقارنة باللي بتحصل في أوروبا. حركات باطنية قوية يعني قلبت حركات بتحصل في بطن الأرض، بتقلب المعادن تطلعها لفوق، فتقدر تستخرج المعادن بسهولة أكبر. رقم 4 نفاذ كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبية. والسؤال ده برضو بيجي مستقل، إن أوروبا استهلكت خامات معدنية كتير في الفترة اللي فاتت. وده كان بسبب طول فترة الاستخراج اللي بدأت مع الثورة الصناعية. يعني أوروبا من أول ما بدأت الثورة الصناعية وهي عمالة تحرت في الأرض وتطلع معادن، تحرت وتطلع معادن، تحفر وتطلع معادن. فعشان كده بنقول خلصت كميات كبيرة من الخامات المعدنية اللي عندها بسبب، بما تفسر، والسؤال ده بيجي مستقل، بما تفسر نفاذ كميات كبيره من الخامات المعدنيه الاوروبيه. هقول له بسبب طول فتره الاستخراج، يعني قعدت تطلع معادن فتره كبيره قوي من ايام الثوره الصناعيه اللي انتوا عارفينها من السنه اللي فاتت، اللي هو التقدم واستخدام الالات، وان بقوا يصنعوا كميات اكبر فمحتاجين خامات اكتر، فبداوا يحفروا ويطلعوا خامات اكتر. تمام. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس اتبسط. حقكم عليا في التاخير والله العظيم. انا ياسين تعبان مني. انا عارفه ان انتوا حصتكم النهارده ان شاء الله الساعه 8 بالليل، بس لسه قدامكم الوقت. اللي يصحى عشان الفجر يصلي ويقعد يذاكر، اللي يصحى بعدها برضو يصلي الفرض بتاعه ويقعد يذاكر، يسمعوا الفيديو، شوفوا الجدول اللي انا منزلاه على الجروب عندكم. وان شاء الله تكون الدنيا ابسط واحسن عندكم في الامتحان بتاع النهارده بامر الله. نكمل النهارده بامر الله مع بعض لما تيجوا. مصادر الطاقه في قارتي اسيا واوروبا. حقكم عليا مره تانية يا سنه تانية، بس ما كانش ينفع درس زي ده نعديه من غير ما نعمل عنه فيديو او نعمل الجدول اللي انا قلت لكم عليه. وان شاء الله لما نكمل بقيه الدرس هعمل لكم الجدول على طول وهعمل لكم الفيديو على طول. دعواتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.